طبعا دي عباره عن قشطه. تمام. عايزين نعملها ايه بقى؟ سمنه فلاحي، وناخد منها الخلط عشان نعمل منه. عايزه اعمل شاتو. تمام. انا ضربتها شويه كده، بس لازم تتضرب وهي ساقعه عشان تفك معانا بسرعه. هوريكم بقى بعد ما الخطوه دي ما تجانست كده، هتبدا بقى تفك واحده واحده. بقى في اللحظه دي انا بستخدم ايدي. بصوا، هنبدا بقى تنزل ايه الميه بتاعتها عشان تفصل. بصوا سبحان الله، بصوا ما شاء الله فصلت اهي. هننزل بقى اللبن ده كله، الشرشم يعني بمعنى صح. عايز ايه؟ حاضر. بصوا الكميه اللي طلعناها ما شاء الله، اللهم بارك. ودي بقى ايه؟ ثانيه لبن. ودي بقى ايه؟ الزبده بتاعتنا. نحط بقى شويه ميه ونحطها على نار هاديه على النار. بصوا بقى في الخلاط كوبايتين سكر. تمام. بعدين معلقتين كبار كاكاو خام يا جماعه. تمام. وبعدين هنحط بقى ايه؟ جوز الهند. انا بحب احط جوز الهند قوي على فكره. بصوا ده كون نسكافيه واحد بس. تمام. اختراع. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى بكوبايه الزيت بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كوبايه الزيت. بعدين بصوا بقى الخض اللي معانا ده هنحط عليه معلقه ايه، عندي هحط معاه كوبايه زبادي، لان انا هعمل صينيه كبيره مش صغيره. تمام. طبعا احنا هنعمل ايه؟ الكوبايه اللي احنا بناخد فيها المقدار هنقوم نازلين بايه؟ كوبايه من الصوص. شايفين القوام ما شاء الله، اللهم بارك. وبعدين هنحط بقى البيض بتاعنا والفانيليا. بصوا يا جماعه، المقدار ده كله بتاعت صينيه كبيره. تمام، مش صغير. شايفين الفقاقيع ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا ايه تبقى سايله كده عشان خاطر انا حطيت فيها البيض. تمام. نحط بقى الفانيليا مع هنحط البيكنج باودر مع الدقيق. طبعا احنا نخلناه كده، نخلنا الدقيق كله. دول 4 كوبايات بس. الطبيعي مع الصينيه بنحط معاها 2.5 من الدقيق، ومعاها بيضتين، ومعاها باكو كيك شيف او بيكنج باودر، و2 فانيليا. تمام. بس انا هعمل مقدار 4 كوبايات عشان الصينيه كبيره. تمام. دخلناه كويس جدا، ولازم تدخلوه. بصوا ما تقولوش ده نضيف او مش نضيف، لا احنا لازم ندخله كويس. تمام. وهنقلب كويس جدا عشان نطلع منه اي فقاقيع هواء او اي حاجه. بتفرق طبعا، بتفرق جدا يعني. نقلب كويس جدا. تمام. بعدين هننزل بقى الصوص كله اللي احنا ضربناه في الخلاط مع